بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أحبائي أصدقاء قناة كوكب الشرق ومحب الفن والسينما، أهلا بكم. يا ترى ممكن شائعة تنهي تاريخ فني كامل؟ هل ممكن كلمة تتقال في منشط جورنال تبقى سبب إن راجل يتبادل قدام العالم كله؟ يا ترى إيه اللي يخلي الناس تصدق أسرع من إنها تتأكد من الخبر؟ النهاردة احنا مش قدام قصة فنية، احنا قدام محاولة اغتيال معنوي علني. قصة الفنان اللي اتقال عليه شاذ جنسيا، زور وافتراء، وبكررها مرة تانية، زور وافتراء. الفنان اللي اتفضح اسمه في جورنال وهو في الحقيقة كان بعيد تماما عن كل اللي اتقال. النهاردة هنتكلم عن نور الشريف، بس مش عن أعماله، عن الطعنة اللي جت من الظهر، عن الحكاية اللي هزت مصر كلها وخدت وقت طويل جدا علشان الناس تعرف حقيقتها. ويلا بينا نبدأ، وما تنسوش تصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هنبتدي في أكتوبر 2009. عناوين منشطات حمراء: القبض على نور الشريف داخل شبكة للشذوذ الجنسي في فندق سيمراميس انتركونتيننتال. اسمه وصورته كمان، ومش لوحده، معاه خالد أبو النجا وحمدي الوزير. الخبر نازل في جورنان اسمه البلاغ الجديد، وجايب تفاصيل كاملة، تحقيقات ونيابة وشبكة منظمة، والدنيا اتقلبت. الجمهور اتصدم، الفنانين اتلخبطوا، والكل بقى يسأل هو ده حقيقي؟ معقول نور الشريف؟ بس قبل ما نجاوب وقبل ما نحكم لازم نرجع كتير، نرجع من البداية، من أول ما اتولد الأستاذ نور الشريف. في سنة 1946 في حي الخليفة في القاهرة، يعني في السيدة زينب، اتولد طفل اسمه محمد جابر عبد الله، وشه منور منور، خلى جده يقرر يسميه نور. ولكن عمه كان عايز يسميه محمد، وابوه كان عايز يسميه محمد، فبقى الاسم في البطاقة محمد، لكن الكل بيناديها نور. و9 شهور بس، وكان لسه رضيع، وابوه انتقل الى جوار ربه عن عمر يناهز 26 سنة. ابو نور الشريف مات وكان عنده 26، كان عند الاب 26 سنة. امه كانت شابة صغيرة عندها حوالي 20 سنة، فقررت تتجوز. عمه اسمه اسماعيل خد نور واخته ورباهم، لان ربنا سبحانه وتعالى ما كانش انعم عليه بالخلفة، وكان بالنسبة له الاب الحقيقي، لدرجة ان نور افتكر انه فعلا ابوه الحقيقي، وبقى الناس يعرفوه بنور اسماعيل. نور كان طالب متفوق واول على فصله، وزملكاوي متعصب وموهوب جدا في الكوره. دخل فريق الناشئين في الزمالك، وكان شكله رايح يبقى نجم كبير في الملاعب زي فاروق جعفر وحسن شحاته ونجوم الزمن الجميل ده. لكن السينما دخلت حياته فجأة. ازاي؟ عمه عزل من المكان اللي كان ساكن فيه في السيدة زينب، وراح جنب في مكان تاني كان جنبه سينما اسمها سينما إزيس. السينما دي مشهورة جدا جدا طبعا لأهالي السيدة زينب وما حولها، عند مسجد ابن طولون. المهم بقى يخش السينما دي وهو طفل، وخرج منها عاشق لفن اسمه التمثيل. دخل فريق التمثيل في المدرسة، عشق عبد المنعم إبراهيم، بس أول خروجة مسرحية اتأخر فيها. عمه اسماعيل لما شافه شخط فيه جامد، وخلاه يكره التمثيل ورجعه للكورة، وكل حاجة كانت ماشية لحد ما حصلت صدمة تانية. ابن عمه مات وكان عنده 26 سنة برضه، عم التاني غير عمه اسماعيل، نفس السن اللي مات فيها ابوه وهو 26.
ورقم 26 بقى شبح يطارد الأسرة كلها. في سنة 63 واحد صاحبه جاله قال له في دور ليك في فيلم مع نادية لطفي. راح لقى نفسه كومبارس صامت، زعل بس الموقف صح الحلم جواه، رجع يمثل وانضم لمسرح المدرسة. والمخرج الكبير سعد أرض شافه وقال له انت موهوب تعالى معايا، وخده في مسرحية اسمها الشوارع الخلفية. ومن هنا بدأت أول فلوس من التمثيل تيجي لنور الشريف. دخل معهد الفنون المسرحية من ورا عمه وقال له أنا دخلت قسم الديكور، بس هو كان في قسم التمثيل. أيام ما كان اسمه محمد جابر جاله دور مع سعاد حسني، والمخرج قال له اسمك ما ينفعش كده، شوف لك اسم فني. أخته قالت له مش أنت اسمك نور وبتحب عمر الشريف؟ خلاص ما تسمي نفسك نور الشريف. ومن ساعتها بقى الاسم اللي الناس كلها هتعرفه وتحبه بيه هو نور الشريف. اتعرف على الفنانة بوسي في كواليس فيلم وحبها من أول نظرة، وهي كمان كانت بتحبه، بس أبوها قال له ما عنديش بنات للجواز. فنور عمل حركة ذكية، سرب للصحافة صور وأخبار عن علاقة حب بينهم. الجرايد كتبت وأبوها شاف، قال له يا تتجوزها رسمي يا هتشوف الويل، واتجوزوا. وكانت أسعد أيام في حياة نور وبوسي. لكن الدنيا ما بتسيبش حد على طول مبسوط. نور سافر لبنان، واحد صاحبه اداله قرص وقال له هيساعدك في التمثيل، وبدأ يدمن الأقراص المخدرة. ونشرت المجلات هناك صورة في كازينوهات مع بنات، والناس بدأت تشكك في سلوكه. لما رجع كان عامل قرشين وقال لنفسه هروح أتقدم لها وهتقدم لبوسي مرة تانية، بس أهلها رفضوه. لحد ما جمال عبد الناصر شاف مسلسل اسمه القاهرة والناس. المسلسل ده كان ناجح جدا جدا، بطولة نور الشريف ومجموعة كبيرة جدا جدا من الفنانين، وإخراج المخرج الكبير محمد فاضل. وجمال عبد الناصر عجبه أداء نور الشريف كشاب واعد، وقال له استمر في تقديم الفن المحترم، وكان ده بمثابة عفو رئاسي غير معلن. نور اشتغل في أفلام تقيلة جدا بعد كده، الكرنك والعار وأهل القمة وناجي العلي، وأفلام كانت دايما بتقول كلام تقيل انتقد فيها السياسة والأنظمة، وخد على دماغه كتير، والجرايد شتمته والمنتجين بعدوا عنه، بس كان بيقول اللي شفته لازم أقوله. في سنة 2009 وهو بيصور مسلسل ما تخافوش، جاله اتصال من أشرف زكي. أشرف زكي قال له يا نور في خبر طالع بيقول إنك اتمسكت بشبكة شذوذ جنسي. نور الشريف اتصدم وجري على النائب العام وقدم بلاغ رسمي، وقال له أنا مش فنان دلوقتي، أنا مواطن واتشهر بيا ظلم، وأنا في الوقت ده كنت في رحلة بحرية مع فاروق الفيشاوي وهاني مهنا والسيدات الفضليات اللي متجوزينهم وبناتهم وأسرهم، وكمان خالد أبو النجا كان في مؤتمر أممي في الخارج. والنيابة قالت ما جالناش قضايا ولا تحقيقات، والداخلية طلعت بيان رسمي ولا قبضنا على حد ولا في قضية أصلا. المهم اتقبض على رئيس تحرير جورنال اسمه عبده المغربي، واتقبض على الصحفي اللي كتب الخبر اسمه إيهاب العجمي، وكل واحد فيهم رمى التهم على التاني، بس في الآخر اتحكم عليهم بسنة سجن وغرامة 1,600,000 جنيه. بس ايه قيمة الفلوس قدام شرف بني آدم؟ واحد زي نور الشريف يتقال عليه شاذ جنسي، ده مش اتهام، دي جريمة شرف. وفي الآخر اتضح ان كل شيء من ده كذب وافتراء. نور كمل رغم الألم ورجع لبوسي في آخر أيامه في 2015. تعب جدا
كان بيعاني من مية على الرئة وصعوبة في التنفس، ومات يوم 11 أغسطس سنة 2015، وطلب إنه يتذاع المشهد الأخير في مسلسل عمر ابن عبد العزيز اللي بيقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نور الشريف مات بس تاريخه ما ماتش، والكذبة اللي اتقالت عليه رد عليها الزمن ورد عليها الحق. واحنا كجمهور قبل ما نصدق اي خبر لازم نسأل، لازم نستنى، لان شرف الناس مش لعبة. انا متشكر لحضراتكم جدا جدا، وبعتذر عن الإطالة، ولنا لقاءات تانية كتير جدا مع الفنانين. أنا معاكم الناقد الفني طارق حسن، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.